ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه النهارده؟ بقى روتين بسيط وجميل. بصوا الست الشقيانه الشغاله بقى من البيت للشغل تعبانه. لا انا جيت بصوا المطبخ بجد يعني منظر كان مش عارفه. دي منظفات انا جبتها. حصلت ايه؟ جيت من الشغل ببص في المطبخ، ما اعرفش كركبه ايه، ومواعين بقى وحلل بتاعه الرز بلبن وحلل الاكل. كنت تعبانه بالليل ما قدرتش اعمل حاجه. فالولاد زودوا بقى المواعين والحاجه من بالليل لغايه ما رحت الشغل وجيت. فلقيت بتاع المنظفات معدي بقى، رحت جايبه منظفات وحطيتهم على الرخامه والله ونمت. المنظفات اللي انا بعبيها بقى كلور، ولقيته بيقول منظف للبوتاجاز وصابون سايل وسلك وحاجات من دي من على الباب. والله جبتها وحطيت مكان في دماغي اللي انا اصور خالص. اقسم بالله ما كان في دماغي اصور. فما اعرفش، وانا بدات نشوف المطبخ بقى، انا داخله قرفانه منه اصلا وزهقانه. ما اعرفش ايه اللي جه في دماغي. قال ايه يا بنتي يا فاطمه، قومي جيبي الكاميرا وصوري لهم الروتين وشجعيهم، ويا رب تستفادوا منه. بص مواعين قد ايه، ده في مواعين تانية على جنب. بصوا بقى، انا اول حاجه فضيت المنظفات بتاعتي في الازاز بتاعتها، انا اجيب منظفات سايله عادي طالما كويسه مفيش مشكله. وتاني حاجه ببقى انضف مواعيني من اي بواقي اكل او اي حاجه، ونشطفهم كمان قبل ما نغسلهم عشان بحب اسهل على نفسي الحاجه. يعني مش اغسل طبق طبق وانزل فيه، لا بننزل كل الوساخه من الاطباق او الحلل بحته السلكه اللي هي بتبقى قديمه عندي. قبل ما نرميها بننزل بيها الوساخه بتاعت اي طبق وبنرميها في الباسكت. بصوا بقى، دعكي مواعينك كده خليها تبرق الالومنيا بتاعتك. مسكت بقى، استعنت على الشقه بالله. اه ياني يابا. عارفين بقى لما تكون واحده في الشغل وتيجي من الشغل مش عارف، بس الحمد لله. ماشي، قعدت دول حاجات الرز بلبن مع الاكل. ادعكي ادعكي ادعكي. بصوا، السلكة كده بتمسكها بقبضة يدك بتخلي المواعين تبرق من بره ومن جوه. ماشي خلاص، انا غسلتهم كده. وهنضف بقى الرخامة بتاعتي والحوض بتاعي. بص اي بواقي زبالة في الحوض باخدها في باسكت تحت الحوض هنا، او جردل زبالة يعني بقى، خلينا بلدي. معلش السمايل ده كده او القماشة ده عشان الرقابة، يقول لك احنا اللي عاملين كده. ماشي. فبننضف انا الحاجة الرخامة من هنا الاول عشان هنحط عليها المواعين اصفيها عليها. وبنغسل بقى السيراميك بتاعي. بجد لما بتتنشطي كده انت بتبقى قاعده في السرير كسلانه جدا، بس لما بتقومي تتنشطي بتلاقي جسمك كده خلاص سخن وعايزه تعملي كل حاجه بجد والله. ما كنتش داخله متوقعه ان هنغسل مواعين وخلاص، لا. ما اعرفش اللي خلاني بغسل السيراميك بالبوتاجاز. خليكم معايا، البوتاجاز وكله والدولاب وكله. ماشي. هنا الحلل بندعكها اهو. يعني مش عارف، انا مقصره الفيديو خالص عشان ما يبقاش دمي تقيل ولا فيديو طويل وتحسوا انه ياما كده. خلاص انا دعكت مطبخي. بصوا البوتاجاز ده منضف، ده منظف البوتاجاز. انا لقيت الراجل بيقول منظف للبوتاجاز، قلت اما اجرب. بس بيحرق جامد يا جماعه، تقريبا بطاس على حاجات من دي. بصوا انا غسيل في البوتاجاز جميل بقى وبيسهل عليك. الزهر اللي هو اسمه ايه ده، الحوامل الزهر تقيلة، فأنا مش بنرضى نطلعها، لا أنا بنغسلها. بنملكها كده وهي على البوتاجاز الأول بسلكة وشوية صابون، بندعكها بنخليها زي الفل وهي على البوتاجاز. بعد كده بشيلها وبغسلها، بشطفها في الحوض. ماشي خلاص، أنا دعكتها وخليتها ما بخليش أي فيها دهون أول بأول. بصوا البوتاجاز مش وسخ أوي يعني، بس بالنسبة لي كده وسخ يعني، كزورات كزورات. ماشي. وبحتة سلكة هنطلع برضو العيون وكل ملحقات البوتاجاز. مش عارفه انا كنت بحاول احط الكاميرا كده كده ما جاتش معايا الا ظهري يعني، معلش. ماشي خلاص، طلعت العيون وهندعك برضو العيون والطرابيش بتاعته كده. بصوا المواعين اللي مطرح ما صفيتها وعلى جنب بنغسلها بشويه صابون سائل وشويه خل كده بتخلي بوتاجازك زي الفل. عفوا. بندعك الحاجه بالسلك اهوت. وانا شطفت الحوامل، حتى المرايه بصوا بربرق. ومن ورا البوتاجاز كده وغطا البوتاجاز، مش من بره على الله من جوه يعلم الله، لا. بصوا خليت المرايه زي الفل. يعني كده ده اختصار. ده ملمع، اللي انا برشه ده ملمع، بحب الحاجات المع كده. بصوا لما بتحافظي على حاجتك وايدك فيها على طول بتبقى زي الفل والله. البوتاجاز خلصته زي الفل، ايه رايكم؟ انا بقول لكم مقصره الفيديو جامد. بصوا المرايه انا ظاهره في المرايه ازاي. البوتاجاز زي الفل ما شاء الله. ايدك في الحاجه. قومي ما تخلصيش يعني، خلي ما وراكيش حاجه. هنا بقى الدولاب المواعين اللي هي
الطباخة زي ما بيقولوا، مش عارفة اسمها ايه. بص برضو مكركبة. هنا بقى الصفايات بتاعت الشوك والمعالق على السكاكين. انا مطبخي مش كبير، والمطبخ ذات نفسه مش كبير، متر وفوق متر وعشرين. فبرش المنظف. واللي على جنب دي كده اللي هي اللي اسمها ايه، اللي بنعمل فيها الكبة. ماشي، مفيش مكان لها الا هنا. فبنستفاد. بصوا غسلت مسحتها برضو وشطفتها، وحطيت عليها الصفايات بتاعت المعلق من فوق، استفدت من المكان. هنا سجادة المطبخ بقى انا خلصت. وهنا بقى شلت السجادة. ماشي. طبعا حاجات بقى انا قايله لكم في اصدار للمطبخ بقى لي سنه والله مكسله اعملها. مش- ربنا يسهل واعمل تقفيله. ربنا يسهل واعمل تقفيله باذن الله. باذن الله ربنا يكرمني. بمسح هنا بقى دولاب المطبخ بعد ما خلصت، لازم كل حاجه تتمسح. ماشي. ودي تحت البوتاجاز بقى انبوبه قديمه، حاجات يعني مش كركبه يعني، بس ايه، هي محطوطه لغايه ما ربنا يسهل. خلاص كده انا بنغسل الحتت اللي انا بنمسح بيها. انا عامله عباره عن اسمها ايه، فانيلا قديمه. اي فانيلا قديمه ما بنرميهاش، بالذات الفانيلات القطن. خلاص كده انا فرشت حته السجاده، يعني على السجاده على قدنا كده. مش مهم مطبخك كبير مطبخك صغير، المهم ايدك تبقى فيه. بيبقى لما يبقى شكله نضيف وحلو بيفتح النفس ان انت تعملي اي حاجه بسهوله. يعني لما دخلت، لما جيت من الشغل ونمت شويه، يعني شفت المنظر، دخلت نمت شويه نفسي تسدد الصراحه. بس قمت لا، طب ما هتتسد النهارده بكره، عليكي عليكي. تمام. بص خلصته زي الفل ازاي. الرخامة خلصتها، الطباخة خلصتها، رصيت حاجتي. بحاول على قد قدر الامكان اللي انا على قد صغر مطبخي اللي انا ما بنكركبوش. يعني ايه، بنحط حاجات فوق بعضها مش مشكلة. بصوا البوتاجاز ما شاء الله، الرخامة زي الفل، الحوض زي الفل، الحمد لله يا رب. فيديو بسيط، وادي نشرت الحتت القماش بعد ما غسلتها على ايد البوتاجاز، مسحت البوتاجاز من بره. قصرت الفيديو على قد ما نقدر. يا رب يعجبكم، ما تنسوش اللايك والاشتراك يا حبايب قلبي لو الفيديو عجبكم.